انا مش فاهم انت ليه مستغرب ان مراتك زعلانه ومنفضالك وكرفاك وراميه طوبتك. انت ليه؟ انا مستغرب على استغرابك. يعني لما تبقى انت بالشكل ده وبالهدوم دي وبالريحه دي وبالوضع ده، حد مش حنين، حد مش جدع، حد مش راجل، حد بصرف النظر عن شغلانتك ايه، لكن ايا كانت شغلانتك ان شاء الله تكون حتى اما ترجع بيتك ليه مش بتاخد شاور كده وتغير وتقعد هدوم نظيفه وريحتك حلوه شكلك حلو. انت يعني انت زعلان ان هي متجاهلاك ومنفضالك وراميه طوبتك ومش بتكلمك حلو ومش بتقابلك حلو. هو كله منك. انت بتطالبها تكون في افضل وضع، بتطالبها تكون في اشيك صوره، وتقول لها انا بشوف بره وبنشوف التليفونات وبنشوف التلفزيونات طب ما هي كمان بتشوف التليفونات والتلفزيونات وبتشوف بره وبتشوف جوه. انت ليه يعني الحق اللي انت عامله لروحك مش شايف انها كمان هي لها عيون وبتشوف هي كمان؟ يا عم اما ترجع بيتك حاول تغير هدومك، اقعد تنظف في بيتك، حط برفان جميل، ما عندكش برفان لو بالصابونه كده يعني عطر نفسك، خليها تشوفك بني ادم جميل. انت ليه متعمد تبقى دايما شايفاك بوضع مهين قليل تحتاني؟ مستفيد من كده ايه؟ طبيعي هتنفر منك. قابلتك مرة اتنين تلاتة أربعة بالوضع ده، لكن هي بني آدمة، بني آدمة محتاجة تشوف زي ما أنت بتطالبها تكون في أشيك وضع وأحلى ريحة، هي كمان لها الحق إنها تشوف كده بني آدمة لحم ودم. أنت عاملها على إنها بني آدمة لحم ودم، هتاخد منها حباب عينيها، مش هتبقى شايفة بالدنيا غيرك. لكن خليك عطوف، خليك حنين. يعني قلنا اخر مره انت قلت لها انت هديه ربنا دي كانت امتى؟ انت اجمل حاجه في حياتك كانت امتى؟ انت طبطبت عليها امتى؟ حيلتها امتى؟ حركتها امتى؟ يعني الحاجات دي كلها انت كده بتقرب من قلبها وبتفتح قلبها عشان انت اللي تقعد جواه. انت بعدم كلامك الطيب، بعدم حنيتك، بعدم نظافتك، بعدم وجودك الشيق في المكان، انت كل مدى بتقفل القلب، كل مدى بتقفل قلبها من ناحيتك. فانا عاوزك تفتح القلب ده، تملى القلب ده، ما تبقاش شايفه غيرك بالعافيه بقى. يعني اضربها عشان ما تبقاش شايفه غيري؟ لو طريقتك ضربتها دي يبقى انت كده هتقفلها اكتر. طريقتك دي اللي هتخليها مش شايفه غيرك. حنين، جدع، راجل، حنون، خدوم، حد في بيته شكله حلو، طريقته حلوه، هدومه حلوه. انهي اللي وراك وارجع بيتك، شاورك، اهدى، اتكلم معاك بطريقه حلوه، سمعها كلام حلو. ربنا خلق لها ودانها دي لها الحق، ودانها دي لها الحق ان تسمع منك كلام طيب، كلام جميل. هي لو ما سمعتوش منك هتشوفوا فين؟ هتسمعوا من مين؟ هتروح لغيرك يعني تسمعوا منه. فانت شبع مراتك منك، من حنيتك، من كلامك الحلو، من طريقتك ومع اهلها كمان تكون جدع مع اهلها. املى قلب مراتك بكل وضع انت فيه حلو، انما تقفل قلبها بطريقتك، اسلوبك، بشكلك، بوضعك، وترجع تقول هي كرهاني ليه؟ انا لو مكانها هكرهك.